عارف صباع الموز اللي في ايدي ده وراه دم وانقلابات عسكريه ومخابرات دوليه. غالبا انت سمعت مصطلح جمهوريه الموز بيتقال تريقه على اي دوله وضعها الاقتصادي والسياسي مش ولا بد. بس الحقيقه ان الحكايه اعمق واخطر بكتير. فتعالوا اقول لكم ازاي الموزه دي حكمت يوما ما دول بالحديد والنار. نرجع لاواخر القرن ال19. في الوقت ده امريكا كانت بتتطور بسرعه، مصانع بتتبني، مدن بتكبر، وملايين العمال محتاجين اكل سريع رخيص ويكون طبعا مغذي ومصدر للطاقه. وهنا بيدخل الموز على الخط. فاكهه سهله مش محتاجه طبيخ، تتاكل في اي مكان وليها فوائد صحيه كتيره، والاهم ان تسوق له بذكاء. وده ان الموز فعلا ما انتشرش لوحده. الشركات الامريكيه عملت حمله تسويقيه عبقريه، علمت الناس تحب الموز. اعلانات في الجرايد، وصفات في المجلات، ودكاتره بيطلعوا في كل وسائل الاعلام يقولوا ان الموز صحي ومغذي ومهم للانسان. وفي كام سنه الموز اتحول من فاكهه غريبه على الامريكان لحاجه اساسيه في بيت اي مواطن امريكي. ومن اللحظه دي الطلب بقى جنوني على الموز، واي حد شغال في بيزنس الموز بقى ماسك منجم ذهب. وهنا بيظهر لاعب تقيل اسمه يونايتد فود كومباني. الشركه دي ما كانتش بتزرع موز وبس زي بقيه الشركات التانيه، ولكنها كانت بتشتري اراضي شاسعه بتراب الفلوس في دول امريكا الجنوبيه، وبتبني سكك حديد، وبتسيطر على الموانئ. وكل ده عشان سلسله التوريد بتاعت الموز كلها من الشجره لحد طبق الفطار في نيويورك تبقى تحت ايديهم. وطبعا ما كانش فيه اي اهتمام بمصلحه الدول دي او حقوق المواطنين فيها. ومع الوقت الدول دي بقت معتمده كليا على شركه يونايتد فود كومباني. الوظائف، العمله الصعبه، البنيه التحتيه، الموانئ، مرتبات الموظفين والجيش، كل حاجه. بالتالي اي رئيس يفكر بس انه مثلا يزود ضريبه، يدي العمال حقوق، او حتى يرفض طلب للشركه بمكالمه تليفون واحده، كان بيتشال ويجي حد مريح يمضي على كل اللي الشركه عايزاه. ومن هنا اتولد مصطلح جمهوريه الموز. دوله اقتصادها قائم على سلعه واحده، وحكومتها مجرد واجهه، والقرار الحقيقي بره الحدود. اللعبه دي وصلت لاقصى نقطه ليها في الخمسينات في جواتيمالا، لما ظهر رئيس منتخب اسمه جاكوب اربيناز وطلع قرار ثوري بان الاراضي اللي مش هتزرع موز تتوزع على الفلاحين. بس المشكله ان جزء كبير من الاراضي الفاضيه دي كان برضه تبع يونايتد فود كومباني. وطبعا الشركه ما سكتتش، راحت للسي اي اي وقالت لهم الراجل ده شيوعي وهيقلب البلد ضد مصالح الشعب الامريكي. سنة 1954 وبتمويل وتخطيط من المخابرات الأمريكية اتعمل انقلاب عسكري واتشال الرئيس المنتخب عشان بيزنس الموز يفضل ماشي وسعره يفضل رخيص. والخلاصة هنا إن جمهورية الموز مش مجرد شتيمة أو تريقة، ده درس تاريخي قاسي بيقول لنا إن الدولة اللي اقتصادها قائم على سلعة واحدة أو شركة واحدة هي دولة ملهاش سيادة، إن السيادة بتبدأ من اقتصاد متنوع وقوي.